السفرية بقوة، وده الوقت المناسب اللي تعملوا فيه احلى سلطة فواكه فيها عصاير منها فيها من غير اي الوان صناعية او مكونات تضيع فايدة الفاكهة. استخدموا اي فاكهة بتحبوها او المتوفر عندكم، بس الفراولة بالنسبة لي اساسي علشان بتنزل عصاير كتير. بعد النقع والغسيل طبعا قطعوها بالحجم والشكل اللي تحبوه، انا قطعتها مكعبات صغيرة. والفترة دي الكنتالوب مسكر وطعمه تحفة. بعد ما هنغسله ونقشره القلب اللي بيبقى فيه البذر ده مش هنرميه، هنحتفظ بيه. هوريك انا عندي ايه يخلي طعم السلطة في حتة تانية حرفيا. قطعوها بالحجم المناسب ليكوا، بس اهم حاجه راعوا انه الفاكهه تبقى متقطعه يعني في اشكال متقاربه من بعضها. والبذر اللي شلناه بقى احطه على المصفى وافضل اضغط عليه بظهر المعلقه اطلع منه كل العصاير. بيكون في كميه سوائل كبيره، لو كان حظكم حلو الكنتالوب كان البذر بتاعه مليان، اغسلوه كويس ونشفوه وحمصوه على النار يبقى احلى لب كنتالوب. وده العصير اللي انا طلعته هشيله على جنب في التلاجة لحد ما اخلص. قشرت برتقال وقطعته بالطريقه اللي في الفيديو. حطوا كل الفاكهه المتوفره عندكم واللي تحبوها، ممكن كيوي، عنب، التفاح والخوخ برده بيكونوا حلوين قوي. انا كان عندي برده موز قطعته شرايح رفيعه احطه في السلطه. وهجهز بقى الدريسنج اللي حرفيا هيخلي الطبق ده منعش جدا. الليمونه ما تبقاش كبيره قوي، تكون حجمها متوسط. هبشرها اخد البشر بتاعها حوالي 5 أو 4 اعواد من النعناع الفريش، هقطفهم واحطهم فوق بشر الليمون اللي انا لسه بشراه. وهضيف عليهم برده عصير الليمونه. لو الليمونه بتاعتكم كانت كبيره قوي ممكن تاخدوا نصها، انا الليمونه متوسطه فخدتها كلها علشان مش عايزه في الاخر الطعم يكون مزز بزياده. هستخدم بقى الهراسه بتاعه الفواكه دي، ممكن تستخدموا اي حاجه او ممكن تضربوها في الهاند بلندر برده. ههرس النعناع والليمون عشان يطلعوا كل العصاره اللي فيهم، وعامه الخطوه دي بتكون اسهل لو كنا عملناها قبل ما نحط عصير الليمون. هجيب بقى عصير الكنتالوب واحطه على الخلطه دي. معلقتين عسل، ما تكتروش العسل قوي علشان ما تسكرش وتضيعوا طعم الفاكهه. ممكن برضو تحطوا سكر او ستيفيا حسب ما تحبوا. هقلبهم واسيبهم على جنب 5 دقايق الاطعمه كلها تمتزج في بعضها، وبعدين هصفيهم واتاكد ان انا ما سبتش فيهم اي حاجه. هحط الدريسنج ده بقى على الفاكهه اللي انا حضرتها واقلبهم كويس في بعض. طبعا كل ما بتقعد في التلاجة اكتر كل ما بتبقى احلى وكل ما بتطلع عصاير اكتر، والنتيجه بقى عندنا سلطه فواكه منعشه جدا مليانه عصير من غير الوان صناعيه ولا سكر، وبس كده.